سواقة الستات. نتكلم بقى شوية عن سواقة الستات، واللي هي يعني انا اقول لكم على حاجة. يعني واحدة ست ماشية بالعربية سايقة عادي، انا وانا ماشي بالعربية وماشي بالعربية بتاعتي وحد راكب معايا، وفي حد ماشي قدام بعربية والاقيها حدفت مرة واحدة في طريقة معينة في الحادثة. بقول لهم دي واحدة ست من غير ما اشوفها، بقول لهم دي واحدة ست. يعني ممكن يحدف عليا واحد راجل بس بعرف ان هو راجل من غير ما اعرف مين اللي جوه العربيه، لكن الست ليها حادفه بطريقه معينه، يعني طريقتها في الحادفه مميزه. فانا وانا ماشي بخبرتي لما حد بيكون راكب جنبي حد رمى عليا بقول لهم دي واحده ست، بنروح نعدي من جنبها واحده ست فعلا. اي حركه في السواقه حد يعملها كده معايا يقول لي اللي جنبي اللي عمل الحركه دي واحده ست، نروح نعدي من جنبها واحده ست مميزه، هي مميزه. بتعمل بقى ايه سيادتها؟ تبقى ماشي في امان الله، واخد بالك، وماشي ستريت على الطريق ولا في منحنيات ولا في اي حاجه، تروح مادة ايديها في الطابلون تجيب التليفون، تروح سايبه الطاره تروح رايحه في حته تاني مش عارفه هي رايحه فين. يعني هي توطي كده تجيب التليفون من الطابلون وايديها التانية ساندة على الطاره تروح معاها وتروح راجعه تاني. الروحه والجايه دي كده هي قلبت عربيتين. فهمتوا ازاي؟ بالصلاه على النبي. فهي طبعا تبقى ماشيه تتخض تروح عامله تروح راميه شمال، تتخض تروح راميه يمين، تحك لك بقى العربيه ولا تكسر لك المرايه وتنزل يلوي، تلم عليك الناس. وانت ازاي عملت كده؟ انت اللي غلطان، انت ماشي عدل ليه؟ انا حدفت يمين، انت ليه ماشي عدل؟ انت اللي غلطان. انت المفروض تحدف معايا يمين برضه، انا احدف يمين انت تحدف يمين، انا احدف شمال انت تحدف شمال، ونفضل بقى نرقص قصاد بعض لحد ما تشوف حضرتها رايحه فين. فانت تبقى غلطان يا لا وتلم عليك الناس والحقوا ده خبطني بالمرايه بتاعته في الجنب ومرايته اتكسرت. تلبسك انت الموضوع على طول. عاوزين بقى حد يمشي بكاميرات وراهم يصورهم هما بيسوقوا ازاي عشان هتوديك في داهيه. خدت بالك؟ وممكن تشتمك الاول وبعد كده ايه تبدا تصور هي بالتليفون بعد ما تكون شتمتك وعدمتك العافيه واستفزتك. فطبعا انت تنفعل جامد تروح هي مشغله الكاميرا على طول بتاعت التليفون تسجل لك الشويه اللي انت شتمت فيهم او انفعلت فيهم. بس هي بتشتمك الاول قبل ما تصور عشان تلبسك الايه التلبيس. انك كيدهن عظيم حتى في السواقه. يعني يا جماعه انا بصراحه بقول لهم هم ما يسوقوش، هم يقعدوا في البيت بصراحه ربنا. يعني انا اقول لهم يا عم شوف يعني اي واحده معاها عربيه وعايزه تروح مشوار يعني تاخد اوبر على حساب انا وما تسوقش بالله عليكم، عشان كده احنا بدل ما ينزلوا يرزونا احنا في الطريق. كل واحده عندها عربيه عاوزه تروح مشوار تاخد اوبر على حسابي احسن ما تنزل تعمل كارثه. وترحمونا شويه من الشغل بتاع المطاردات ده اللي بتعملوه. يعني مش عارف بصراحه ربنا. واحده طالعه من الشارع، شارع جانبي، وطالعه على شارع عمومي، من غير ما تبص هوب تروح راميه نص العربيه في الشارع من غير ما تشوف مين جاي ومين رايح. يروح جاي لك عيل ابن حلال او يعني شبه ابن حلال من بتوع التكاتك، دب يروح رازع لك الاكسدام بتاعها من الجنب. الاكسدام طبعا طالما ضربته من الجنب كده بينزل على الارض. يلوي تلم الناس وبتوع التكاتك البلطجيه. طبعا انا مش بقول يعني ان هم ملايكه، بس انا بقول ايه، هي هتلبسه والناس هتصدقها لان بتوع التكاتك اي حد بيستنى ليهم غلطه. وانا طالعه من الشارع في حالي مش تبص وانت ماشي انت اعمى؟ هي المفروض هي تطلع من الشارع تطلع على شارع عمومي، والشارع العمومي ده يقف من يعني يقفوا لها اشارج مرور او امين شرطه يقف قبلها ب 40 متر يوقف الشارع لما حضرتها تطلع من الحاره الجانبيه او الشارع الجانبي. يعني هي قاعده على الطاره جايبه طبعا عربيه اوتوماتيك كامله باللمس بتدوس كده، هي قاعده على الطاره ويعني عاوزه العربيه تسوق لوحديها. فطبعا هي مش فاهمه يعني ايه قانون مرور ولا فاهمه اصول مرور.
هي بتقعد على الطاره، حلو، تقعد على الطاره وتذيع يا معلم، ذيع براحتك. فهي عاوزه تسوق وانتوا تحاسبوا. شفت سمير غانم لما يقول لك انا اسوق وهم يحاسبوا؟ ماليش دعوه، انا اسوق وهم اللي يحاسبوا. طبعا. تقعد بقى هي وزميلتها جايين من الشغل مع بعض، كتر خيرها يعني بتوصلها في طريقها، تقعد تحكي انا بقور الكوسه ازاي، وانا بخرط الملوخيه ازاي، والمخرطه ايدها اتخلعت. ده اذا كانت يعني بتعرف تخرط ملوخيه ولا بتعرف تقور الكوسه. الباميه بقمعها، لا، في باميه بتتباع جاهزه، مش عارف شركه ايه احسن بقى، لسه نقعد نقمع؟ احنا خلينا في السواقه، لسه نقعد نقمع؟ دي واحده. في واحده تاني ممكن تقمع الباميه في العربيه وهي سايقه. ممكن تقمع الباميه في العربيه وهي سايقه، عشان على ما تروح البيت تكون الباميه اتقمعت، وتكون هي موتت لها اتنين تلاته وهي ماشيه. يعني هي تقمع الباميه وتقطع في البني ادمين عشان الطبخه تبقى كامله. تروح البيت حضرتها، يبقى الباميه جهزت، وتروح تعمل الاكل للراجل، تريح الراجل وتبلينا احنا في الشارع. يعني الاول كانت بتاخد الباميه معاها الشغل وتقمعها على المكتب. دلوقتي بقى في رقابه، والمدير بتاعها بيراقب اللي بيعمل البخارة الملوخيه والكلام اللي كنا بنشوفه زمان في الافلام ده. دلوقتي بقى بتقمع الباميه على الطاره بتاعت الدركسيون وتجهزها عشان تروح البيت، تكون الباميه جاهزه وتلحق تعمل الاكل قبل ما جوزها يجي. عنه مطافح يا ستي. ده انت لبست كذا عربيه ببعض، ولبست كذا توك توك في بعض، ودخلت على الراجل في الكافيه. دخلت على الراجل الكافيه، الراجل قاعد بيشيش، الغلبان هربان من مراته في البيت، وقاعد على الكافيه عمال يشيش، وعمال يحسب حساباته، مصروف المدرسة والطلبات بتاعت البيت والحكاية، ورا بيفك عن نفسه، عمال ينفخ في الشيشة. مش لا، بدل ما يقعد في البيت يضرب عيل ولا يقعد يضرب مراته، فبينفخ في الشيشة قاعد في الكافيه جوه وعلى جنب مع نفسه. وحتى مش قاعد في الكراسي اللي بتتحط في الشارع، قاعد على الكافيه جوه. ومن الست راحت داخلة بالعربية، راحت داخلة جوه الكافيه، طيرت الراجل بالشيشة. مش تسكت، لا، نازلة. انت ايه اللي مقعدك في الطريق؟ مش تفتح في حد يقعد في الطريق؟ الراجل من الخض بص كده للسقف وبص، يعني لدرجة كان هيصدق انه قاعد في الطريق بالظبط، بالذات يعني. قال لا، انا قاعد جوه الكافيه، اروح منكم فين تاني؟ يعني سايب البيت وطفش، جايين وراه. تيجي واحدة تانية تروح خبطها بالعربية وهو جوه الكافيه، وتقول له انت غلطان اصلا، انت ما تقعد على جنب، انت قاعد في الطريق ليه؟ يعني الراجل ياخد الشيشة ويروح يقعد في الحمام؟ هو طفشان من مراته في البيت، وطفشان من العيال، وعمال ينفخ شويه في الشيشه على الكافيه. تروح انت جايه تدخلي له جوه تشيليه، يروح يقعد في الحمام بالشيشه يعني؟ ياخد الشيشه بتاعته ويروح يقعد في الحمام؟ يعني عجبت لهذا الزمن. فانت تخيل اي واحده ست سايقه، ابعد بعيد عنها، اركن على جنب لما تسيبها. انا دلوقتي مجرد ما لمحت اللي في العربيه اللي قدامي واحده ست، بخف رجلي لحد ما هي تمشي بعيد عني خالص. ربنا يكفينا شرك يا ست. الله الغني عن الدقيقتين اللي هعدي بدري منك دول وامشي قدامك، اسيبها براحتها. مره والله عملت كده، واحده سبتها، اول ما لمحت انها واحده ست سبتها تمشي براحتها، واتاخرت دقيقتين لورا، راحت خبطه العربيه اللي قدام، رحنا واقفين، عطلت الشارع كله برضه. قلت مش مشكله، انا اعطل نص ساعه بس احسن ما لو كنت انا حاولت اعدي منها كانت خبطتني انا، وكانت خبطت عربيتين تاني، وكانت خربت الدنيا. فقلت برضه الحمد لله، يعني مش عارف انا اعمل ايه. يعني اعمل ايه؟ قلت انا سيبها تمشي براحتها. راحت خبطت العربيه اللي قدام، والشارع على قد عربيتين، ولوحت العربيه بالعرض كده، يعني قفلت، والناس اتلمت عشان نحل المشكله. يعني استنيتها لما هي تعدي، مفيش مشاكل، برضه عملت مشكله، عديت انا هتخبطني انا. فقلت لا، انا اعطل وتبقى خبطت غيري.